عايزة أقول لك على بعض العادات اليومية اللي ممكن تفتح لك أبواب فرص كتير جدًا، كل يوم إما يقرّبك من الفرصة أو إن هو يمُر كده كإن ما عملتش أي حاجة دون أي أثر. الفرص مش ضربة حظ ولا هي صُدفة ولا هي بتحصل فجأة، لأ، دي نتيجة قرارات صغيرة بتتراكم يوم بعد يوم علشان تصنع الفارق في العادات، عشان كده بتخلّيك دايمًا جاهز ومستعد لأي فرصة بتيجي لك. فالفرصة لمّا تيجي لك يا تكون جاهز، يا إما تكون ما أنتش جاهز، والبعض الآخر بتبقى بالنسبة له مش فارقة كتير، وبيبقى هو أصلًا لا جاهز ولا مستعد. العادات البسيطة بس إن شاء الله تكون قوية وتفتح لك أبواب كتير وتزيد من احتمالات النجاح. تقبّل التعلُّم من موقف بسيط، من غلط أنا باعمله. اوعى تقلل من قيمة أي تجربة أو من موقف حصل لك. اعتبر كل حاجة بتحصل لك أو كل شيء بيحصل لك هو عبارة عن درس، فخليك دايما مستعد للتعليم. اعمل شيء مختلف كل أسبوع. الفرص الجديدة دايما بتيجي لما بتخرج من الروتين، فجرب شيء جديد، اتعرف على شخص جديد، اقرا في مجال جديد. تغيير بسيط بيفتح لك آفاق جديدة، بتتعلم منه حاجة جديدة. اسأل نفسك كل يوم الصبح كده، ايه الخطوة الصغيرة اللي ممكن أعملها اليوم؟ يعني تحسين بسيط ولكن مستمر. قليل ممتد أحسن من كثير منقطع. حافظ على طاقتك الذهنية والجسدية الاتنين مع بعض. عقل تعبان وجسد مرهق، الاتنين فرصهم ضايعة جدا جدا في إن هم ممكن يعملوا أي حاجة. ولكن لما يكون العقل سليم والجسد سليم، نام كويس، مارس رياضة حتى لو 10 دقايق، هيخليك دايما في أفضل حالاتك، وهتكون دايما مستعد. ما تستناش الفرص، احنا اللي بنصنع الفرص. فبدل ما تستنى، لأ، الانتظار ما بيفتحلكش الباب. انت اللي قوم واعمل مشروعك حتى لو مشروع صغير، أو اتطوع في شيء بتحبه وشارك في أي حاجة ممكن تلهمك فرصة، أو تخليك تفتح لك أفق جديدة أو تخليك تتعلم حاجة جديدة. وافتكر إن مفيش خطوة صغيرة بلا قيمة. كل عادة إيجابية في اليوم دي تعتبر فرصة أو إضافة جديدة لبكرة. أشوفكم معنا خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.